ازيكم شباب، يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل ودي قناه تعلم ببساطه، وده الجزء الثاني من جزء الفورم او الاستماره. دلوقتي ده عباره عن فورم بس برضو الانبوت بتاعها مختلف، وده اللي احنا هنعمله في نهايه الدرس ده. اللي ده عباره عن الديت. لو انا جيت دوست عليه هيروح مدخلني طبعا على الديت على طول. لو انا دوست على العلامه دي هتلاقي ان ده عباره عن كالندر عادي جدا، تقدر تختار الشهر اللي انت عاوزه والسنه اللي انت عاوزها، وهكذا. لو انت عاوز تختار المانث او الشهر، يعني لو جيت دوست عليها هيقولك انت عاوز تختار انهي شهر، وهكذا. عندي جزء التايم اللي هو الساعة. لو دوست على الكلوك كده تقدر تختار الساعة، وكمان تقدر تختار الدقايق، وكمان تقدر تختار هل AM اللي هو صباحا او PM اللي هو مساء. وعندي برضو اخر حاجة اللي هي الديت تايم لوكال، ودي فيها السنة وفيها الشهر. لو انا جيت دوست عليها كده هتلاقي ان انا اقدر اختار السنة، وكمان اقدر اختار الشهر، اهي دي السنة، وكمان اقدر اختار اليوم، يوم يعني في الشهر ويوم في السنة. وعندي كمان اقدر اختار الوقت وبي ام ولا اي ام، يعني هي تعتبر لما الكل الديت والمانث والتايم. تمام. فده اللي احنا هنعمله النهارده باذن الله، وحرفيا الموضوع ابسط مما تتخيل. فكوبايه قهوتك كده ويلا بينا. طيب، كل الحاجات اللي انت شفتها دي عباره عن ان هي تاجز او رسوم في التاج الاساسي اللي هو التاج اللي اسمه ايه، التاج اللي اسمه فورم. فهكتب اول حاجه كده كلمه فورم وادوس انتر. طبعا مالكش دعوه باكشن دي خالص دلوقتي. وبعد كده جوه كلمه فورم دي هبدا اكتب ايه بقى، هبدا اكتب الانبوتس بتاعتي. فانا عندي اول انبوت عندي كده، لو انا جيت كتبت كده كلمه انبوت وقلت له نوع التايب. طبعا احنا عرفنا في الجزء اللي فات انواع الانبوت اللي هي منها نوع التكست والايميل والباسورد، وكمان عندنا نوع البوتن اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه سبميت. تمام. طيب، ده عندنا نوع بقى جديد وهو نوع ايه، الديت اللي هو التاريخ. لو انا جيت كتبت له كده كلمه ديت وجيت بس عملت له ريفرش، بص خلاص عباره عن ايه، عباره عن ان هو ولا حاجه حصل اي حاجه. ليه؟ لان كاتب له داتا اصلا، انا كاتب له بيانات مش كاتب له ديت. ديت DATE. لو انا جيت كتبت له كده كلمه ديت DATE اللي هي معناها تاريخ، وجيت عملت له كده ريفرش، هتلاحظ راح عامل لي ايه، راح عامل لي التاريخ اللي انت شفته. طبعا انت في اول فيديو قلت اوبا ده احنا هندخل بقى في حوارات، انا هعمل الحاجات دي كلها ازاي؟ لا خلاص انا خلصت. عملت ايه، عملت له التايب بتاع الانبوت ده عباره عن ايه، عباره عن ديت. طيب، عايزين بس نربطه ونعمل له ليبل، يعني نعمل له ملصق. فهقول له الليبل بتاعي هيكون فور وليكن الحاجه اللي اسمها ديت. تمام. عشان هعمل له هنا للانبوت عباره عن اي دي، هكتب له كده كلمه اي دي، وبعد كده هقول له ايه، هقول له نفس الفور دي. هقول له ايه، هقول له ديت بس الدي تكون كابيتال نفس الاسم. طيب، والليبل ده انا هكتب جواه ايه، انا هكتب جواه وليكن كلمه ديت اللي هو التاريخ. فلما انا اجي اعمل ريفرش هتلاقيها ايه، هتلاقيها ظهرت. لما انا كمان ادوس على كلمه ديت هتلاقيه عمل لي ايه، هتلاقيه ان هو دخلني على طول على الجزء ده من غير كلمه فور ومن غير كلمه اي دي. لو انا جيت عملت ريفرش ودوست على كلمه ديت، لو تلاحظ اهو انا عمال ادوس ما بيحصلش اي حاجه. طيب، الكمبيوتر يعرف منين ان الليبل ده او الملصق ده عبارة عن ان هو خاص بالانبوت؟ من اول حاجة ان انا هدي اي دي للانبوت، وهعمل ايه، هقول له فور ديت. يعني حرفيا كده لما انا اجي كده بس ادوس كنترول اس عشان يشغل لي الجزء ده او عشان ينظمه لي. لو انا جيت قلت له الليبل للديت، ماله الليبل ده بتاع ايه، بتاع الديت. ففضل يدور فين الاي دي اللي اسمه ديت، فنزل كده لا قال لك اه ده فعلا انا عندي اي دي اسمه ديت. يبقى خلاص الجزء الكلام ده خاص بمين، خاص بالانبوت ده. عرف منين، عرف من الاي دي. تمام. طيب كده ايه، كده احنا اول حاجه خلصنا الديت. فلما انا اجي اعمل ريفرش هتلاقيني اهو انا اقدر اعمل ايه، الديت بتاعي اللي هو ايا كان يعني التاريخ اللي انت عاوزه. تمام. طيب، عايزين بقى نعمل ايه تاني، عايزين نكتب اول حاجه كده PR. لان ايه، لان الانبوت ده عباره عن انلاين اليمنت، يعني لو انا عملت له كمان انبوت هتلاقيه ايه، هتلاقيه ظهر جنبيه، بس احنا عاوزين نظهره كله تحت بعض. فعملت له PR. او تقدر الحاجه اللي احنا استخدمناها في الجزء اللي فات اللي هي كانت ايه، اللي هي كانت الديف. فهنعمل ديف هنا الصراحه. يعني احنا مش عملنا ديف فوق بس، هنعمل ديف هنا. ليه هنعمل ديف هنا؟ عشان كل حاجه كده تبقى ايه، موجوده عندك، يعني اللي هو ما تكونش في حاجه ما استخدمناهاش. فهقول له ديف، ما فيهوش اي حاجه، كتبت له كلمه ديف. طيب عاوزين نعمل ايه، عايزين نعمل انبوت. فخلاص هطلع في الديف كده واكتب له كلمه ايه، واكتب له كلمه انبوت. نوع الطيب ايه بقى، احنا عاوزين نعمل الاشهر. طب شهر يعني ايه بالانجليزي، شهر بالانجليزي يعني مانث، فهكتب له كده كلمه مانث. لما انا اجي اعمل ريفرش لو تلاحظ اهو ظهر لي جزء تاني، لو انا جيت علمت عليه كده هتلاقي ان ده عباره عن ايه، الاشهر اللي موجوده فين في السنه. انا اقدر اختار الشهر اللي انا عاوزه في السنه اللي انا عاوزها. طيب نعمل ليبل كمان، نعمل ليبل كمان. ادي اول حاجه بس كده اي دي للانبوت، وسمي الاي دي بتاعك على حسب الانبوت. يعني انا اقدر اسميه 159 والله هتشتغل وكل حاجه تبقى سهله وبسيطه. بس هل حاجه، بس في حاجه تعني 159؟ لا مفيش. طب ليه يا عم تسميه مانث يا عم،
ما تسميه مانس، خلي الاي دي كده بتاعك مانس، واعمل لي ليبل، هعمل له كده ليبل وهقول له فور مانس، تمام، وهكتب له كده جوه كده كلمه اسمها مانس، تمام. طيب لما انا اجي اعمل ريفريش لو تلاحظ كلمه مانس بقت ظهرت، بس لما اجي اكبرها هتلاقي هما الاثنين بقى ايه، بقوا تحت بعض كده. هاجي بعد الانبوت كده واعمل له 2 بي ار عشان يسيب لي مسافه، فلما انا اجي اكبر الجزء كده واعمل ريفريش لو تلاحظ المسافه ايه، المسافه كبرت. هدوس بس كنترول اس عشان يظبط لي الكود بتاعي، تمام. طيب يبقى انا كده عملت له يا معلم، يبقى انا كده عملت له اول حاجه الانبوت، التايب بتاعه مانس، خلاص انت عملت التايب بتاعه مانس، دي اهم حاجه بالنسبه لي، ولا المانس دي تهمني ولا المانس دي تهمني ولا المانس دي تهمني، انا يهمني ايه، هو عرف منين اصلا ان الانبوت ده نوعه شهر؟ هل عرف من الاي دي؟ لا. هل عرف من الفور بتاعت ليبل دي؟ اصلا ملوش دعوه بيها. هل عرف من الكلمه دي؟ لا. ما عرف منين؟ من النوع. اهو انا اصلا بسالك سؤال، بقول لك عرف منين ان هو نوع مانس؟ من النوع، من التايب. ما هو نوع التايب دي معناها ايه بالعربي؟ طيب معناها نوع. طيب حلو، هعمل كمان ديف، هاخد الكلام ده كنترول سي كده وبعد كده اجي هنا كنترول في، تمام. واحنا هنا بقى دلوقتي، فلما انا اجي اعمل ريفريش هتلاقيه عامل لك مانس تاني، انا مش عايزه نوع مانس، انا عايزه نوع يكون نوع ايه، احنا عايزين نعمل التايم اللي هي الساعه. طيب ما تيجي نمسح الكلام اللي فوق ده، وما تقلقش هحطه لك في الاخر بس عشان ما تتلخبطش. بس انا هاجي اعمل ريفريش هتلاقي ده مانس، انا عايز اغير نوعه ايه، اخليه نوعه تايم. طيب نوعه اهو تايم اهو، انا عارف لما اجي اعمل ريفريش هتلاقي ان هي اتغيرت. طب هل استفاد من دي ولا من دي ولا من دي؟ لا. لما انا اجي ادوس على كلمه مانس هو هيدخلني جوه، بس عرف منين؟ من الاي دي. طب انت لو خليت هنا كلمه 159 وهنا 159 هل كلمه مانس دي هتتغير؟ جاوب كده، هسيبك 3 ثواني. لا مانس دي مش هتتغير، ليه؟ هاجي اعمل ريفريش مانس ما اتغيرتش، بس لو دوست عليها هيدخلني برضو، ليه؟ لان الاي دي عندي 159 والفور عندي 159. طيب مين اللي ظهر كلمه مانس دي؟ الجزء اللي جوه الليبل. ما هو انا بقول له انا هعمل ليبل وهيكون اسمه ايه، وهيكون اسمه مانس، لكن فور بقول له ل 159 ماله في اي دي اسمه 159، يبقى الانبوت ده بتاع الليبل ده، تمام. طيب بس احنا هنعدلها زي ما كانت اللي هي مانس، تمام، او هنخليها هنا في حالتنا بقى التايم، وهنشوف التايم ده بيعمل ايه دلوقتي، تمام. لما انا اجي اعمل ريفريش ودوست على الساعه دي اقدر اختار الساعه اللي انا عاوزها والبي ام. طيب هنمسح الجزء ده كده ونعمله من الاول تاني، بس هنعمله من نوع الانبوت اللي اسمه ديت تايم لوكال، فهعمل له ديف وهقول له جواك في حاجه اسمها انبوت والتايب بتاعك، بس ماليش دعوه دلوقتي بالنيم والاي دي، هقول له التايب بتاعك كلمه اسمها ايه، اسمها ديت، حتى هتلاقي اهو ظاهره لك ديت تايم، بس في شرط هنا وبعد كده ايه، وبعد كده لوكال. يعني ايه؟ يعني الوقت والتاريخ المحلي. فانا لما اجي اعمل ريفريش كده هتلاقي ان هو ظاهر لك الشهر اهو، تقدر تختار الشهر او اليوم هنا يعني، وتقدر كمان تختار الشهر، وتقدر كمان تختار ايه، تختار السنه، يعني تقدر تختار 25 بقى او اي سنه انت عاوزها، تمام. طيب وكمان تقدر تختار ايه، تقدر تختار الساعه وبالدقايق كمان، وتقدر تختار هل بي ام ولا هل اي ام، واي حاجه انت بتكتبها هتلاقيها اتعدلت هنا. طيب عايزين نعمل ليبل عادي جدا، هقول له الليبل فور مثلا وليكن ديت تايم، وبعد كده هقول له هنا كلمه ديت تايم، تمام، وهقول له هنا الاي دي بتاعك عباره عن ايه، نفس الاسم اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه ديت تايم بتاع كلمه فور دي. فلما انا اجي اعمل ريفريش وادوس على كلمه ديت تايم هيروح مدخلني جوه على طول. عرفت منين هو دخلني جوه؟ بتلاقي ان في بوردر كده او في خط كده ظهر على طول، لما انا اجي ادوس ديت تايم هتلاقيه مدخلني هنا على طول، لو تلاحظ الجزء ده، تمام. طيب احنا كده خلصنا، مفيهوش اي حاجه، ده بالنسبه للديت تايم. طيب الكود كده كده الكود كله موجود، والتاسكات وكل حاجه موجوده على موقع اتعلم ببساطه، بس ده برضو الكود بتاعك اهو. الكود بتاعك خدنا الانبوت اللي اسمه ديت، نوعه ديت، وعندنا الانبوت اللي اسمه مانث، وعندنا الانبوت اللي اسمه تايم، وعندنا الانبوت اللي اسمه ايه، اللي اسمه ديت تايم لوكال. فلما انا اجي كده اكبر الجزء ده واعمل ريفريش هتلاقي ده نفس الشكل اللي احنا شفناه في اول الدرس، تمام. الموضوع سهل جدا وبسيط، عاوزك تذاكر الجزء ده كويس والاجزاء اللي فاتت عشان فاضل لنا شويه اجزاء بس في الفورم، وهنعمل مشروع كبير جدا باذن الله في الفورم او بالاستماره، تمام. فخور بيك جدا بجد، وان شاء الله كل حاجه تبقى سهله جدا وبسيطه بالنسبه لك، وان شاء الله اشوفك في الجزء اللي جاي.